انت ملتزم وعندك ضمير. مين فينا ما بيحبش تكون دي صفة من صفاته؟ طبعا كلنا. لما حد يقول لي انت ملتزم وعندك ضمير يبقى you are a conscientious person. Conscientious. This word seems a bit difficult in its pronunciation. عشان كده عايزين نراجعها مع بعض، واتطلبت مني اني انا اقراها بتشكيل صحيح. بس انا هديكوا كمان tool ان انتوا اي كلمه طويله في الانجليش if you have any long word in English او polysyllabic word كلمه متعدده المقاطع هنقراها ازاي حتى لو مش عارف معناها. على فكره هنعمل ايه؟ get your scissors, cut the word into parts. هنقصقص الكلمة إلى مقاطع into syllables، وهنيجي على كل part of this word نقرأه لوحده بتشكيل صحيح، ونتمكن جدا من كل مقطع لوحده. لما نتمكن من قراءة كل part of the word نبدأ نبيست، نبدأ نلزق المقاطع دي ونبدأ نقرأ الكلمة بالراحة لحد ما نسبيد up القراءة بتاعتنا. For example الword بتاعتنا normally اسمها conscientious، يعني عنده ضمير. conscientious. يلا بينا نبارتت، يلا بينا نسبليت the word. conscientious. conscientious. يلا let's paste it. ها يلا نلزقها بقى الكلمة دي، يلا نبيست، نلزق المقاطع. conscientious. 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 يلا go faster and faster. هتلاقي نفسك بتقولها صح، وكل مقطع تشكيله صح، والكلمة هتطلع يعني تحفة. conscientious. 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 say it again.